من سهولتها ممكن بعد الفيديو ده تقوموا تعملوها. نجيب 3/4 كوباية من السكر، معلقتين كبار من جوز الهند الناعم، 3/4 كوباية من اللبن الحليب، و3/4 كوباية من السمنة. ويا سلام لو سمنة بلدي يبقى تحفة جدا، هتطلع معاكم اخر لذاذة. معلقتين كبار من عسل الجلوكوز، وعسل الجلوكوز اساسي فيها، ممكن نستخدم مكانه عسل النحل. لو معرفتوش تنزلوه تماما من المعلقة، سيبوا المعلقة زي ما هي كده مع الخليط، وهو مع الحرارة كله هيدوب مع بعضه. بنرفع المكونات دي على النار لحد ما كلها تدوب مع بعض. بعد كده بنبعدها بقى عن النار خالص، ونبتدي نبردها لحد ما توصل لدرجة حرارة دمع العين. لو مش مستخدمين سمنة بلدي بنضيف عليها باكو فانيليا، ونبتدي نقلب كويس جدا بالمضرب اليدوي لحد ما الخليط يبقى بالشكل ده كده، يكون كله مزيج واحد. مش عايزين السمنة تكون فاصلة عن السوائل، لا عايزينه كله يبقى بالشكل ده كده، يبقى خليط واحد متجانس. المهم اننا هنخلطه كويس، واحنا بنعتمد في البسبوسة على الخلط الكويس او الخفق الكويس عشان ما تطلعش مكتومة من قلبها. بنكون مجهزين بعد كده 3 اكواب معيارية من سميد البسبوسة السايب، مش الباكيتات المعلبة او الاكياس المعلبة، بدون اي اضافات. هو سميد بسبوسة ناعم بس، مفيش عليه اي حاجة خالص. بنزل عليه الخليط، بس قبل ما انزله عليه اتاكد ان هو زي دمع العين، ان هو فاتر شبه رضعة البيبي. ببتدي اقلب بقى سميد البسبوسه او بشرب السوائل في السميد لحد ما يتشرب كده، وما بعجنش، يا دوب انا بخلطه كده بس بالمضرب او بالمعلقه لحد ما يتشرب. بعد كده بوقف تماما. اول ما بتشرب بجيب بقى معلقه وبقلب الجوانب ومن تحت لفوق كده، علشان لو في اي حاجه لسه ما اتشربتش. بكون مجهزه صينيه مقاس 30 وبدهنها بالسمنه البلدي يفضل طبعا، وبنزل بخليط البسبوسه في الصينيه. نساوي الخليط ونوزعه كويس بالتساوي في الصينيه، ممكن بظهر المعلقه او بسباتولا او باي حاجه. لو الخليط يعني بيتعبنا شويه في انه يتفرد بسهوله، ممكن تبلوا المعلقه من اللبن الحليب او تبلوها ميه وتساووا الوش تماما. حابين تسيبوها سادة مفيش اي مشكلة، حابين توزعوا لوز بندق اي مكسرات مجروشة حسب ما انتوا حابين. لو هتضيفوا مكسرات صحيحة بننقعها قبلها في المية، يعني 5 دقايق كده مثلا في المية. بعد كده بنوزعها على سطح البسبوسة. الخطوة دي بتمنع ان المكسرات ما تتحرقش في الفرن. بضغط عليها كده بظهر المعلقة علشان الزقها كويس، واضمن ان هي ما تتحركش من البسبوسة وانا بسقيها بالشربات. كده صينية البسبوسة بقت جاهزة. بعد كده بسيبها في حرارة المطبخ 5 دقايق تقريبا، وقبل ما ادخلها الفرن بسخنه كويس جدا وبسيبه على اعلى درجة حرارة. بدخلها على رف اوسط، وبعد 5 دقايق بالظبط ببتدي اجهز الشربات. عبارة عن كوباية من السكر، كوباية ونص من المية، عصير نص ليمونة صغيرة، ورشة ملح، ومعلقة كبيرة عسل جلوكوز. ولو متاح سمنة بلدي ممكن كمان نزود معلقة كبيرة. بنرفع الشربات ده على النار ونحسب دقيقتين 2 بالظبط من بداية الغليان، يعني هو يغلي دقيقتين 2 بس على النار. بعد كده نطفي عليه ونسيبه في جنب. البسبوسة تطلع من الفرن سخنة والشربات سخن، ونسقيها بقى بالتدريج كده الشربات لحد ما تتشرب. بنسقيها بكل الكمية بتاعة الشربات، مش بنحوش منها اي حاجة خالص. واضح طبعا ما شاء الله البسبوسة اتشربت الشربات، وطالما اتشربت كده بالمنظر ده يبقى اعرفوا ان البسبوسة بتاعتكم ناجحة. بنفضل نحركها كده شمال ويمين علشان نضمن ان الشربات تتوزع فيها كويس واتشربت كويس. بعد ما تتشرب تماما نغطيها بقى، يعني تقريبا حوالي 5 دقايق، سيبوها متغطية شوية. شايفين ما شاء الله دايبة، مش محتاجة اصلا سكينة ان هي تتقطع بيها، يا دوب بالمعلقة السيليكون بضغط ضغط خفيفة كده بتتقطع معايا. طرية جدا ودايبة، يعني دايبة فوق ما تتخيلوا. ودي كانت طريقة البسبوسة على أصولها، اللي ما بيبقاش قلبها مكرمل، اللي مش قلبها مكرمل وقلبها بيكون فاتح كده، دي البسبوسة الأصلية. لو حابين تكرملوها مفيش أي مشكلة. مقدار السكر اللي احنا ضفناه في الأول ممكن تكرملوه، بعدين تضيفوا السمنة وتضيفوا اللبن وتضيفوا المكونات بتاعتكم عادي، وتدوله غلوة وتقلبوا برضو المكونات كده بالمضرب لحد ما يبرد شوية، وتنزلوا عليه بدقيق السميد. مفيش أي مشكلة خالص لو حابين تكرملوها. ممكن كمان لو حابين قلبها ياخد لون شوية من جوه ممكن تهدوا درجة الحرارة 180، بس بلاش تزودوا عليها اوي في الفرن علشان ما تحجرش منكم. شايفين ما شاء الله قد ايه دايبة وطرية. واضحة طبعا في الفيديو هي قد ايه ناجحة ومظبوطة. مكوناتها سهلة وطريقتها مفيش اسهل منها. يلا بقى جهزوا المكونات وقوموا اعملوها. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير للفيديو، اكتبوا لي تعليق حلو تحت الفيديو، وهسيب لكم المكونات والطريقة في التعليق المثبت.